هل تعلم أن أحد أغنى الرجال في أمريكا اختفى في غابات غينيا الجديدة، وأن الحكومة أخفت ما حدث له فعلاً؟ مايكل روكفلر ابن نيلسون روكفلر كان في 23 من عمره عندما انقلب قاربه قبال ساحل غينيا الجديدة عام 1961. قرر أن يسبح نحو الشاطئ، لم يصل أبداً. القصة الرسمية قالت إنه غرق وانتهى الأمر، لكن وثائق هولندية سرية وشهادات شفهية من شعب الأسمات المحلي كشفت شيئاً آخر تماماً. شعب الأسمات كان معروفاً بممارسة أكل لحوم البشر في تلك الحقبة، وشهود من القرى المجاورة تحدثوا لعقود عن رجل أبيض قتل على الشاطئ في تلك الليلة بالذات. مسؤولون هولنديون كانوا يعرفون، وصلتهم تقارير في الوقت نفسه تقريباً، لكنهم اختاروا الصمت لأن الاعتراف كان سيشعل فضيحة استعمارية لا يتحملونها. فعائلة روكفلر كانت أقوى من أن تحتقر، والحقيقة كانت أقسى من أن تقال. لأكثر من 50 عاماً ظل الجواب الأرجح مدفوناً في ملفات لا يريد أحد فتحها.